القمة 120 الزمالك والأهلي. يلا نبدأ. مباراة بعنوان أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. كان يا مكان من قديم الزمان قنوات رياضية واستديوهات تحليلية ونجوم كبار ومحللين كتار ولاعبين كبار بيقولوا على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي حاجة واحدة بس قبل كل مباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان. حلقة خاصة من حلقات الملاعب اليوم قبل لقاء القمة. دايما القمة في مصر مختلفة تماما بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك. كلاسيكو مصري خالص، أهلي وزمالك. دايما بتبقى هي مباراة من 90 دقيقة، لان الجمهور عارف مباراه الاهلي والزمالك ازاي بطوله لوحدها. ماتشات الاهلي والزمالك طبعا انت عارف دي لقاءات خاصه، ولكن دائما وابدا اهلي وزمالك دي بطوله خاصه لوحدها، او دوري خاص او بطوله خاصه بين الفرقتين. الاهلي يكسب الف مبروك، الزمالك يكسب الف مبروك، كل شيء وارد، ولكن في الاخر هو ماتش بروح رياضيه خالصه، بطولة خاصة. الأهلي كسب ألف مبروك، الزمالك كسب ألف مبروك، والسلام النفسي يحم على الجميع. ولكن إذا فاز الأهلي حبيب الكل، يجمع كل الناس، الفنانين الشعبي. ولكن عندما يفوز الزمالك يكون الحال إيه الماتش ده؟ أقول إيه فيه يعني؟ ما يتقالش فيه حاجة، والله ما يتقال فيه حاجة. أوكي في شعبية ماتش ومش عارف بس في النهاية ملوش الطعم الحقيقي في منافسة النقطة، في منافسة المركز. ده الطعم الحقيقي للبطولة، وده الطعم الحقيقي للمباراة. لكن مباراة أحمد الحاج أحمد خلصت يمين خلصت ولا حاجة. الأهلي كسب هيعمل إيه يعني؟ الزمالك كسب هيعمل إيه يعني؟ ولا حاجة. ده اتغلبوا إيه يعني؟ ده اتغلبوا إيه يعني؟ تعدوا طب إيه يعني؟ كده يعني. مفهوش منافسة. لكن حتى لو انت قاعد في البيت مستريح وغيرك ما كانش بيسجل اهداف في الثلاث مباريات اللي فاتت عشان يفاجئك بكره. انت قاعد في البيت مستريح وغيرك كان بيعمل عرضيات عشوائية على الارض، اول مدافع بيقابلها بيطلعها عشان يفاجئك بكره. انت قاعد في البيت مستريح وغيرك ما عملش ثرو صح من بتوع الماتش اللي فات عشان يفاجئك بكره. انت قاعد في البيت مستريح وغيرك بص هو هيفاجئك بكره. ايه ده يا زيزو بتختص يا راجل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العبقري ده هيفاجئك بكره. تشكيل الزمالك في حراسة المرمى ابو جبل. كنت اتمنى جنش هو اللي يلعب، بس انا عارف ان كالتيرون هيلاعب ابو جبل، لان كالتيرون دايما ما بيظلمش حد، وابو جبل يستحق يلعب للي عمله الموسم ده. بس كموهبة اعلى موهبة في مصر حراسة المرمى جنش. جت بدلاء غزل المحلة على الأقل حتى الآن. 3 دقايق في الشوط الثاني، الكرة العالية جوه منطقة الجزاء وادي الرأسية وجنش بيلعب. خط الدفاع هننزل بالتقيل محمود علاء الونش. الناحية اليمين بقى في رأيين، رأي بيقول نلاعب محمد عبد الغني علشان يقفل دفاعيا على معلول اللي بيمثل 90% من القوة الهجومية للأهلي، والرأي التاني بيقولك نلاعب حازم إمام علشان محمد عبد الغني هجوميا صفر ومعذور برضه لأن ده مش مركزه. أنا عن نفسي أقولك كارتيرون هيلاعب حازم إمام وأفضل حازم إمام برضه. احنا عايزين نهاجم، لغير حازم إمام دفاعيا مش صفر، مش وحش قوي يعني برضه يسد، غير ان طارق حامد هيميل على الناحية دي شوية فنقدر نقفل على معلول برضو. وعرضيات محمود علاء طلع، الونش طلع الحركات دي. الناحية الشمال هيلعب عبد الشافي. هوريكوا لقطة ليه في ماتش المقصة الدقيقة 95. لاعب عنده 36 سنة متقدم لحد منطقة جزاء الخصم ومنتظر عشان يجيب الجون. يا سلام على فرحة عبد الشافي بالجون. هادي في كل شيء.
نص الملعب طارق حامد، واللي زي ما قلت انه هيبقى له دور كبير انه يميل ناحية اليمين سنة عشان يقفل على معلول. لازم تقفل على معلول مش معقول هتسيب معلول. قائد في الملعب بيصحصح اللعيبة، ساعات كده اللعيبة تسرح معرفش ايه، هو بيخلص على طول. عالجول يا دور ذا تايجر مصطفى محمد، اللي ان شاء الله هيثبت نفسه في الماتش ده، هيعود للتهديف. هو الفرص بتجيله كويس وبيتحرك كويس، برضه عدم توفيق، حظ وحش، ما تفهمش فيه ايه الصراحة. الاهلي هيلعب على الزمالك ضغط عالي، دي طريقة فايلر من زمان، هينزل يضغط عليك، فده لازم نخلي بالنا، وهو ممكن يسبب مشاكل للونش، فلازم يبقى فيه تحرك من طارق حامد ومنساسي عشان يستلموا منه. احنا بقى المفروض نلعب ازاي؟ ننزل في الاول ضغطين، لعل وعسى تجيب جون زي ده كده من اول الماتش، ده هيفرق معاك جدا. وهنعتمد برضو على الكورة الطويلة في الجنب من ورا معلول، او على الطرف، يعني كرة طويلة على طرف الملعب، اللي جاي من ورا معلول، اللي جاي من ورا محمد هاني او احمد فتحي حسب بقى. بس لو لعب احمد فتحي هيبقى افيد لبن شرقي كتير. احمد فتحي ما عادش زي الاول خالص، يشوف ماتش اسوان اللي فات ده، احمد فتحي مش زي الاول خالص. بن شرقي هياكل على قفاه عيش كتير قوي يعني. فبس كده. عنده الكرة الآن، يمر بن شرقي، كرة صعبة وكرة صعبة، با جول. ضغط عالي من الأهلي، كرة حلوة من فرجاني ساسي توصل لبن شرقي، انفراد حطها جون. ده اللي هيحصل بكرة إن شاء الله، زي الصورة اللي قدامك دي كده. كان في بوست عملته، لو انت مكان كالتيرون هتفاجئ الأهلي بإيه. كويس، البوست وصل ل3000 واحد تقريبا، نشوف على تويتر. طبعا الآراء كتيرة جدا، بس للأسف وقت الحلقة انتهى، فمش هنقدر نقولها النهاردة. للدرجة دي أنا كحيان. انت كحيان.